السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة يا رب. معكم مطبخ رضا البسيط، ووصفتنا اليوم عسل مذاق البرتقال كيجي رائع جدا. ما تنساوش تجربوه وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم كل جديد، الاشتراك في القناة. هنا غادي ندوز معكم المكونات. عندي 4 كيلو ديال سنيدة او سكر حبيبات، ممكن ديروا نتوما غير نصف الكمية. كل 2 كيلو ديال السكر كندير معاه لتر ديال الماء. هنا عندي انا 2 لتر. عندي نصف كأس ديال العنبة ديال عصير البرتقال، 2 عويدات ديال القرفة، مع 4 الحبات ديال الميسيكا او المسكة الحرة صغار، مع ليمونة اللي قطعتها طرونش. هنا غادي نجيب طنجرة ديال الضغط وغادي نضيف المكونات كاملين. فقط غادي نحتفظ بالمسكة الحرة حتى الاخير. عاد غادي نضيفها ندقها مع شوية ديال السكر. هنا خليتها ما دقيتهاش باش بالنسبة للمبتدئات يشوفوا الشكل ديالها. غادي نديه فوق نار متوسطة حتى تبدا تغلي ويذوب السكر. كما كتلاحظوا ما يبقاش محجر لينا لتحت. عاد غادي نسد عليها بصفارة كما كتلاحظوا في الصورة، وغادي نحسب من 35 دقيقة حتى ل 40. غالبا كيدير 40 دقيقة على حساب النار. وغادي نفتح عليه نشوفوا واش طاب ولا مازال. اللي ما كيعرفش العسل واش طاب بالنسبه للمبتدئات يشوف غير الشكل ديال الليمون كيفاش ولا كيولي بني. هنا بعد ما دقيت المسكه او المسكه، دقيتها مع شويه ديال السكر. وغادي نضيف هنا ما وريتكمش في الاول الماء الزهر، غادي نضيف 2 معالق كبار في الاخير، نوعيه جيده. هنا غادي نضيف الزهر ديال الدار بالعامري وغادي نخليه يغلي تقريبا واحد 10 دقائق حتى يندمج. وغادي نطفي عليه. هنا كمل في الطياب ديالو، غادي نطفي عليه ونخليه يبرد. بالنسبه للبنات اللي ما كيعرفوش مبتدئات واش طاب العسل ولا لا، ياخذوا واحد الصحن ويديروه في المجمد حتى يبرد مزيان، ويوضعوا فيه قطرات ديال العسل ويتيستيوه يشوفوه واش الطياب ديالو هو هذاك ولا مازال جاري خصو الطياب. هنا بعد ما برد لاحظوا كي كيجي القوام ديالو ومازال بقدر ما احتفظتوا به، كيزيد يتقال لان حاجتنا به يكون ثقيل مزيان باش كيشد في المعسلات بلا ما نبقاو نعسلوهم كل مره. كيجي رائع مذاق البرتقال من السم، وبالخصوص في الشباكيه. غادي ندوز نصفيه في واحد البول، نحيد منه العواد القرفه والليمون اللي مقطع دواور. هنا مني صفيته في هذا البول غادي نخليه يزيد مازال يبرد. لاحظوا الشكل ديالو والقوام كيجي رائع لذيذ بزاف. ما تنسونيش من تشجيعاتكم اللي كتحفزني ومن لي لايك وتشجيع في القناة. دمتم في رعاية الله، والى وصفة قادمة ان شاء الله.